الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. بك نستجير، أجرنا من فتنة الدنيا وعذاب القبر يا رب العالمين. نستهديك، نستغفرك، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في زمن من بني إسرائيل رجلا أرادت امرأة أن تفتنه، جريج، والحديث عند البخاري ومسلم. جريج هذا الرجل العابد الزاهد كان يتفنن في عشقه لربه من خلال ركعات يركعها إلى الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار. تأتي المومس وتريد أن تفتنه في دينه. جريج كان ثابتا: يا جريج يا جريج، وهي تناديه بلحن النساء المومسات، إلا أن جريجا اختار العلاقة مع ربه وواصل في صلاته. أمه سبق وأندعت عليه لما نادته ولم يجبها: اللهم عرض جريجا إلى الفتن. جاءت المومس وأرادت أن تغريه ولكنه استعصم. جريج في الأخير انتصر لأن قلبه كان موصولا بالله. أيها الإخوة الأعزاء، من كان قلبه موصول بالله فبإذن الله الله تبارك وتعالى لن يخزيه أبدا. وأشهد أن حبيبنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على خير الأنبياء مقاما وأفصح الرسل كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال والداعي إلى خير الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا كبير يا متعال، إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث يرويه الإمام الترمذي ونطق به لسان الطهر والعفة والرقة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، أنا أراكم فيفرح قلبي ويزهو ويسفى الفؤاد وتطفى الشعل، وأقول أيضا إخواني: وكل محبة في الله تبقى على الحالين من فرج وضيق، وكل محبة فيما سواه فكالحلفاء في لهب الحريق. أسأل الله تعالى وهو خير من نسأل، ونحن في ساعة أكرمنا الله بها أن تكون ساعة إجابة، ندعوه والملائكة تحفنا بأجنحتها أن تدعو ربها: اللهم اغفر لعبادك، باسطة علينا أجنحتها. اللهم آمين آمين. ثم وبعد، أخواتنا الفضليات، إخواننا الأفاضل، أنا أستسمحكم الآن في إطلالة
دون ما استئذان من أحد، لا نطرق بابا ولا نطل من ثقب المفتاح، لكننا بأرواحنا نسأل الله تعالى نقلة صادقة مع الله، نتسلل سوار قصر عرف صاحبه بالطغيان، هو قصر ملك الروم. المسرحية مشهد دون بمداد النور والذهب، بطلها اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي. هذا الصحابي وإن لم يشعر بنا ونحن نصور المشهد، إلا أن القلوب إذا تصافت مع الله أفرزت صدقا، أفرزت علاقة بين الإخوان وإن طال بينهم الأمد. أيها الإخوة الأعزاء، القصر مشيد والجند من كل جانب، وضعت عدستنا وهي ترقب المشهد وتختزله في عبارات سمعتها من هذا الصحابي وهو يقع في الأسر بين يدي هذا الطاغية. إنها الفتنة، إنه الابتلاء. كيف تعاطوا من تربوا في أحضان رسول الله مع هذا الابتلاء؟ ابتلاء عند البعض يسير، ولكن لا يعلم مدى خطورته إلا الله تعالى. كيف ذلك أيها المباركون؟ إني أحيلكم الآن إلى أول مشاهد هذا المشهد. ركح المسرحية طاغية، والضحية في نظر بعض صحابي ويساق في الأغلال مع جملة من إخوانه إلى قصر هذا الملك. ما اسمك؟ عبد الله ابن حذافة السهمي. أو تتنصر ودون مقدمات إخوان؟ أو تبيع دينك بدراهم معدودة؟ أو تتخلى عمن لبست يداك، عمن وضعت يمينك على يمينه، محمد ابن عبد الله؟ أنا الآن أن تنقض العهد مع محمد أو تتنصر؟ فأجاب الصحابي على سرعة البرق: لا والله، إن الموت أقرب لي أن أبيع ديني بدراهم. يا عبد الله، يا صاحب محمد، أيها الأعراب الجلف، أولا يجزئك أن أعرض عليك أن تتزوج ابنتي؟ أيها الطاغية، وما أدراك أني أريد أن أتزوج؟ لقد طلقت الزواج إلى غير رجعة إلا أن أفوز بزوجة صالحة تعبد ربها وتسير على درب رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نقتسم المال الذي أملك. العروض إخواني هي مغرية والله، لكنك أيها الملك لم تدرك مع من تعرض ومع من تحاور. إنه جندي من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، من علمهم أن يبيعوا الدنيا ليشتروا موطنا في الجنة، وإن موقع سيف في الجنة خير لنا مما طلعت عليه الشمس. هذا ما علم النبي أصحابه الكرام. كلا والله لن أبيع ديني بعرض من الدنيا ولا بزوجة متنصرة ولا بنصف مالك.
أيها الملك، أو نسيت أن الذين سبقونا ذكرهم الله في كتابه؟ قارون الذي كان ماله تنوب بحمله العصبة من الرجال وبفعل كل، وعندما طغاه ماله قالت الأرض يا قارون إن مصيرك الآن في بطني، وقال الله الذي أمره بين الكاف والنون للأرض ابلعيه فبلعته الأرض فما أغنى عنه ماله أيها الطاغية. هات دونها. إخواني، إذا رأى منك الطغاة أنك جلد صبر، دينك في قلبك لا يهن، الله يرقبك من فوق 7 سماوات، يشتد بك الخطب والله يراك، لا يزيدك إلا تأييدا، فما كان من الملك وحاشيته إلا أن زجوا به وراء القضبان. والصحابي التقطته العدسة وهو يتبسم. أو تدرون لماذا أيها المباركون؟ أو تدرون لماذا إخواني تبسم الصحابي؟ لأنه سوف يختلي بربه وراء القضبان. هنالك أناجي خليلي، هنالك ينطبع الجبين رغم أنه مع الأرض ينطبع، لكن روحي تحلق في أرجاء السماء تدعو ربها. ولك أن تتخيل أخيل ماذا يدعو هذا الصحابي وهو ساجد إلى ربه. أخيل يا من ظلمت، يا من زج بك ظلما، لك الله أن تدعوه، هو الذي يقول لك لبيك عبدي. ولطالما دعا إخوان لنا في غياهب السجود وفي ظلمتها، والله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات يستجيب. خلوة السجن لا يدرك معناها إلا من ذاقها. عبد الله بن حذافة في خلوة مع ربه يسجد لله لأنه يدرك أن الخلوات هي صانعة الرجال. إخواني، نقتطع صورة ثم نعود. سعد بن أبي وقاص هذا الذي أكرمه الله وانتصر في القادسية، سعد بن أبي وقاص يرسل رسوله إلى عمر بن الخطاب كي يبشره بأن جند المسلمين قد انتصروا. وصل الرسول إلى المدينة وقد أوغر الظلام في الليل، فكره أن يطرق باب عمر، فخير أن يدخل مسجد النبوي، دخل كي يستريح، ولكن أذنه استرقت سمعا غير عادي. إنه العوي، إنه البكاء، إنه الرجاء، إنه الوصال. مع من هذا؟ لقد استفزني، أردت أن أقترب، إني تيقنت أن الذي يتضرع في مسجد رسول الله إنما هو قاتل روح بغير نفس. أثرني، اقتربت منه فإذا به يدعو ربه: اللهم يا رب، وقفت ببابك أسأل جنابك أن تنجيني من عذابك يا رب. ولك أن تتخيل أخي كيف لمن أصاب ذنبا أن يناجي ربه. قال: فاقتربت منه وحدقت بأعيني فإذا هو أمير المؤمنين
يا عمر، أو أصبت ذنوبا دفعتك إلى هذا؟ عمر القائد، عمر الفاروق، عمر الذي أقسم أنه لا يأمن مكر ربه إن هي بغلة أتت يوم القيامة تشكوه لم لم تسوي لي الطريق يا عمر. عبد الله بن حذافة: اللهم إنك تعلم أني مظلوم فانصرني. والله من فوق 7 سماوات يسمع. جوعوه 3 أيام، أدخلوا عليه مومس لعلهم يستدرجونه في شهوة نفسه، لكن الصحابي استعصم ولم يعبأ بها. ولقد تذكر الصديق يوسف كيف للصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام استعصم بعدما خرجت عليه زوجة العزيز تترنح وهي في جمالها وعريها وتصيح هيت لك، فنادى نداء صادق مع ربه: هيهات إنه ربي أكرم مثواي. أيها المبتلى، لك الله فلا تنقض عهدك مع الله. إن كان ابتلاك إلا ليصطفيك فلا تنقض عهدك مع الله مهما اشتد بك الخطب. دخلت ولكنها خرجت كما دخلت، فلما سألوها قالت: بالله عليكم أرسلتموني إلى بشر أم إلى حجر؟ والله إنه لم ينظر إلي أأنثى أنا أم ذكر. أصحاب محمد تربوا على العفة والطهر نساء ورجالا، حتى إذا جاءت لحظات الحسم كانوا حقا رجالا ورب العزة. ثم بعدما جوعوه ولحم الخنزير قدموا له وشراب الخمر أعطوه، قال: والله إني لأدرك أن في ديننا فسحة، لكني والله إني لأكره أن يؤتى الإسلام من قبلي جملة لا بد أن تكتب بمداد الذهب. أيها الإخوة الأعزاء، من منا يريد أن يؤتى الإسلام من قبله؟ هذا الصحابي على يقين من أنه له رخصة، إلا أنه كره أن يؤتى الإسلام من قبله. كيف أشرب خمرا حتى يقال إن أصحاب محمد شربوا خمرا بعده؟ كيف آكل لحم خنزير حتى يقال إن أصحاب محمد شربوا لحم خنزير؟ لا والله، الأبط الأرض عندي أهون من أن أطمس عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. منارات أيها الإخوة الأعزاء، حري بنا أن تكون لنا مراجع نستلهم بها تدفعنا إلى الأمام. هم من باعوا كل عروض الدنيا مقابل أن لا يركعوا إلا لله تبارك وتعالى. أخرجوه ثم أعدوا قدورا، غلت القدور وأرادوا أن يفتنوه، فأتوا بأصحاب ممن جاءوا معه وكانوا 3، فألقوهم في القدور دون شفقة ولا رحمة، كما نرى عند الناس اليوم حرق للأبرياء وقتل وتشريد دون شفقة ولا رحمة. لكن هؤلاء الصحابة احتسبوا أجرهم إلى الله. انفصل اللحم عن العظم والصحابي يرى، فالتفت إلى صدره وبكى، فظن الملأ أن الصحابي قد اعترف وقد انحنى
ما لك تبكي؟ لما لم تذع من الوهلة الأولى؟ فقال والله كم دعوت ربي أن تكون لي بدل الروح أرواح على عدد شعر صدري حتى تزهق كلها في سبيل الله. أيها المباركون، ملحمة رسول الله وأصحابه كانت لنا منارة. كانوا يقولون لنا برسائل الروح الصادقة: ارفع رأسك فإنك محمدي، ارفع رأسك فإنك محمدي، لا تخشى إلا الله وتوكل عليه. هو الذي يشد من أسرك، هو الذي إذا ما صنعت في ابتلاء كما صنع عبد الله بن حذافة لجأت إليه في سجدات وركعات تقول من خلالها: يا رب يستقيم حالك، والله الذي خلقك لا يفرط فيك بإذن الله تعالى. اللهم إنا نسألك توفيقا منك وسدادا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبت عند البلاوي قلوبنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى أمين على وحي السماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من وضعت قدماه الثرى. إخوتي الأعزاء، إن شاء الله الجمعة القادمة سوف تكون الصلاة على الساعة 3 مساء بدل التوقيت الآن. هي إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم سوف تكون على الساعة 3 إن شاء الله. رب إن شاء الله يحييكم بخير. يا إخواني، القصة تطول، إلا أن المشهد الذي شدني هو أن الصحابي لم يسلم. هان عليه أن يفرط في نور لا إله إلا الله، وأغروه بهذا القدر وانفصلت العظام عن اللحم، وهو يرى كيف لأن لهذه العظام من قصة سبقتهم في زمن بني إسرائيل مع ماشطة فرعون. ماشطة فرعون التي ألقي أبناؤها كلهم في القدر، وفصلت العظام عن اللحم، وقالت الأم: يا فرعون، قبل أن تلقيني في القدر اعطني موثقا أن تجمع عظامي وأبنائي في قبر مع بعضنا البعض. فوافق فرعون واستشهدت هي وأبناؤها. تذكر عبد الله بن حذافة كيف له والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقص عليهم ليلة المعراج، وهو يتصعد إلى السماء وإذا بريح تغمر أنفه الشريف حتى تدغدغ كيانه وتهز من روحه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أخي يا جبريل، بالله عليك هل أخبرتني لمن هذه الرائحة؟ فيقول جبريل عليه السلام: الله الله. يقول: يا أخي يا محمد، إنها رائحة عظام ماشطة ابنة فرعون وأبنائها. اللهم طيب أرواحنا في الدنيا والآخرة. إخواني، أقولها والمرارة تملأ قلبي. إخواني، أقولها وأنا أب لأبناء. تذكرت وأنا أرى المشهد بل وإبراهيم الخليل مع ابنه وهو يذبحه، كيف اهتزت السماء. تذكرت نوح عليه السلام وهو ينادي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. عاطفة الآباء إخواني. تذكرت يعقوب عليه السلام كيف عندما فقد ابنه يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تذكرت كل ذلك عندما رأيت هذا المشهد، والله لقد اهتز
له قلبي أب من إخواننا الذين ابتلوا بالكيمياوي في غوطة الشرقية في سوريا، كيف وقد قيل له إن ابنك قد مات مع من ماتوا ليلتها. نصب العزاء وقبل العزاء مع كل الذين فقدوا أبناءهم، ولم تمض ساعات ولم تمض إخواني ساعات حتى يخبر هذا الرجل: يا أبا فلان، إن ابنك الآن حي يرزق. فسقط الرجل مغشيا عليه. إنه المشهد الذي يهز القلوب. هل من رحمة ممن طالت أيديهم محق الشعوب دون رحمة ولا شفقة؟ إلى الله نشكو بثنا وحزننا. ومن بين هذه الأطفال طفل لم يبلغ 7 من عمره ينادي ربه بروح البريئة من الأطفال، يقول: اللهم اجعل هذا في سبيلك، وروحه تخرج من أثر فعل هذا الكيمياوي. يا إخواني، إخوانكم في حاجة إلى دعائكم، لأن الذين تسلطوا عليهم هم طغاة بغاة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن سألتني ما الحل فأقول لك: الحل في ركعتين في ظلمة الليل، الحل في صنع المعروف واجتناب المناكير، الحل في الثبات على شاكلة عبد الله ابن حذافة. إخوتي الأعزاء، ارفعوا أكف الضراعة إلى ربكم لعله يرى مكاننا الآن فيرحمنا. يا رب الأرباب، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، نسألك اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا يا رب، ارحم إخوانا لنا مسهم الضر. اللهم ارحم إخوانا لنا مسهم الضر يا أرحم الراحمين، يا قاسم الجبارين ويا ناصر المستضعفين. انصر إخواننا المبتلين في كل مكان، مصر وسوريا والعراق وفلسطين. نجعلك اللهم في نحور الظلمة ومن معهم ومن تبعهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وتأييدك كلمتي الحق والدين. يا من لا يغفل، يا من لا ينام، يا رب العالمين. اللهم أيقظ لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويكشف عنا هذه المظالم يا رب العالمين. ارزقنا اللهم من لدنك صبرا جميلا، وكلنا كافلا وكفيلا يا ربنا. على رغم تقصيرنا نسألك اللهم أن تعفو عنا وأن تسامحنا، ويوم العرض بين يديك لا تفضحنا يا ربنا يا مولانا. اللهم ارحم موتانا، اشف مرضانا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه. اللهم ثبت باليقين قلوبنا، اللهم ثبت باليقين قلوبنا، لا تبتلين في ديننا ما لا نطيق. اللهم إنك تعلم أننا نكره أن نعود إليك مشركين ولا كافرين، فأنقذنا يا رب العالمين. اللهم أنقذنا من هذه البلاوي، وكن لنا يا مولانا ناصرا ونصيرا. اللهم اهد شبابنا، انقلهم نقلة الدائم إليك، اقبلهم عندك يا رب العالمين. من أراد لهذا الدين خيرا فوفقه، ومن أراد له غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. ارحم موتانا،
اشف مرضانا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إخواني، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وأقموا الصلاة.